صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. الشاورما المصري مفيش اعظم منها ومفيش احلى منها. النهارده هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، ويلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه انا جبت بصل مبشور وبصل جوانح زي ما انتم شايفين كده رفيع جدا، وهبتدي ان انا احط التوابل، بصل بودر وثوم بودر، وحطيت طبعا الملح وعصره ليمون، وحطيت بهارات وفلفل اسمر ورشه بسيطه من جوز الطيب وجنزبيل وبابريكا، حاجه بسيطه لو حبيتي من القرفه. اما بقى زي ما انتم شايفين كده طبعا، والملح والخل. لو انت عايزه اللحمه من البفتيك مفيش مشاكل، وهو متجمد هنبتدي نقطعه. لو عايزه من وش الفخده او السمانه، طب لو ما عندناش ده كله برضه هقولك على طريقه للحمه عشان تستوي معانا بطريقه سهله وبسيطه وبسرعه وما بتاخدش وقت، وهقول لكم احلى واسلم طريقه ليها. اعملوا باي قطعيه، يعني لو ما عندكمش القطعيات اللي انا قلت لكم عليها هنعمل باي قطعيه، وهقول لكم طريقه السوا ازاي. زي ما انتم شايفين كده انا تبلت كل اللحمه بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها والبصل، وهبتدي ان انا اشيلها من بالليل للصبح. طب مثالا ما عندناش وقت، يمكن ساعتين 3 كده عشان تاخد وتدي في قلب التتبيله. طب ايه بقى الطريقه اللي انت هتسويها بسرعه يا الهام علشان اللحمه نضمن ان هي هتكون مستويه زي ما هي كده؟ هي كده كده هتنزل ميتها، وهسيبها على نار هاديه. كل الميه اللي فيها تبتدي تنزل واحده واحده كده، ودي اللي هتسوي الشاورما معايا. وبعد ما الميه تنزل منها هتبتدي ان هي تشربها تاني، ودي اسلم طريقه ان انا اضمن ان اللحمه لو من اي قطعيه ان هي هتستوي معانا. زي ما انتم شايفين كده بعد ما استوت هتجيب بقى، هي مش محتاجه ليا، لو حاسه ان اللحمه ما فيهاش دهون هنحط حاجه بسيطه كده من اللي عشان تدي طعم. طيب لو هي فيها دهون زي ما انتم شايفين كده مش محتاجه اي حاجه. اول ما السمنه مع الزيت تسخن، او لو زيت بس اعملي باللي متوفر عندك يسخن جامد، هبتدي ان انا انزل بالشاورما اللي انا مسوياها قدامكم اهي. انا قلتها من هنا للوك التاني او للطاسه التانية على نار حاميه. بقى انا كده مش محتاجه غير ان انا اديها حاجه بسيطه من اللسوعه اللي هي زي طعم الشاورما اللي انا بجيبها جاهزه. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اقلبها كويس جدا. بصوا بقى انا بحمرها بمعنى اصح واديها لون. لو عندك ليا مفيش مشاكل، ما عندكيش خلاص هنعملها زي ما هي كده بزيت او بسمنه او بميكس، مفيش مشاكل. ابتدي ان انا اقلبها. بصوا اللون بقى اللسوعه دي بيدي طعم حلو قوي. وهكون محضره هنا فلفل رومي وطماطم. انا شايله القلب بتاعها زي ما انتم شايفين كده، مقطعاه رفيع، وفلفل حامي. طبعا ده اختياري الفلفل الحامي، بس بيديها تيست وطعم حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اقلبها كويس جدا. عايزه تسوي الخضار ده سويه، بس مش تسويه لدرجه ان الطماطم تتسبك، لا هو بيبقى نص سوا كده. لو عايزاه يا دوبك تقلبتين كده وتدفع عليه، وطعم الخضار يبقى تحسي بطعمه، مفيش مشاكل، طعمها خطير وبتبقى في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين كده هقلبها، واكون محضره حوالي كده بوله صغيره من البقدونس، دي هضيفها في الاخر. بصوا بقى خطيره وريحتها في منتهى الجمال. لو عايزه تحطي في الوقت ده فحمايه مفيش مشاكل برضو، هتدي ريحه الفحم وطعمها هيبقى هايل. زي ما انتم شايفين كده قلبتها كويس جدا، وهكون محضره بقى السندوتشات بتاعتي اللي انا هضيفها فيها. بصوا بقى خطيره يا جماعه، وطعمها والله كان في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا احمر كل المكونات مع بعض، والخضار طبعا مش بيستوي قوي. زي ما انتم شايفين كده بصوا بقى في منتهى الجمال وبطريقة سهلة وبسيطة عملنا سندوتشات شاورما بصراحة والله كان طعمها خطير. زي ما انتم شايفين كده ببتدي ان انا اديها لسوعة شوية، لون تحمير شوية. هنا بقى هبتدي ان انا اعمل الطحينة. هنا طحينة خام. هبتدي ان انا يعني احط شوية خل فيها، وابتدي ان انا بالشوكة كده ادعك الخل بالطحينة، وهكون محضرة مية سخنة هضيفها عليه عشان هي اللي هتفك الطحينة بعد ما تتجمد. زي ما انتم شايفين كده، وهكون محضرة فص توم واحد بس علشان ما يبقاش طعمه باين قوي. زي ما انتم شايفين كده هو فص واحد. الاول هحلها بالمية السخنة، وبعد كده احط التوم اللي هقول لكم عليه. زي ما انتم شايفين كده بصوا الخل هو اللي خلاها متجمده كده، وهحلها او افكها بالميه السخنه.
ابتدي ان انا اقلبها وادوبها كويس جدا، وهضيف فص واحد بس، فص توم واحد بس عشان ما يبقاش نكهته قويه جدا. زي ما انتم شايفين كده، هو الحاجه البسيطه اللي انا لسه ضايفاها دلوقتي. وابتدي ان انا احط خل وكمون وشطه، انا ما بحطش حاجه تانية على الطحينه. زي ما انتم شايفين كده، يبقى كمون وشطه وملح. طبعا الشطه اختياري، بس فعلا بتدي طعم حلو قوي، بالذات في السندوتشات بتاعه الشاورما. هنا زي ما انتم شايفين كده خلاص حطيت رشه البقدونس الاخر، يبقى خلاص كده استوت، ما بنحطهاش على النار تاني. زي ما انتم شايفين كده بقى، هبتدي ان انا اجيب السندوتشات واحطها خطيره، طعمها هايل وشكلها خطير بصراحه. هبتدي ان انا اجيب السندوتشات بتاعتي، وهبتدي ان انا احط كميه الشاورما اللي انا عايزاها، واحط بقى الطحينه. بصوا بقى، حقيقي والله يا جماعه في منتهى الجمال، حاجه سهله وبسيطه، وفي الجو الحر ده ما بتاخدش وقت في ثانيه الا ثانيه، تخش المطبخ بتعمليها وطعمها في منتهى الجمال. بصوا زي ما انتم شايفين كده بقى، عايزه تحطي كاتشب مايونيز حطي اللي تحطيه، لكن انا حاسه ان احلى حاجه في الشاورما هي الطحينه. ان شاء الله تعجبكم، لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس. عملنا احلى سندوتشات طحينه، سندوتشات سندوتشات شاورما بالطحينه، حاجه كده عظمه. ان شاء الله تعجبكم. زي ما انتم شايفين كده خطيره. نسيت اقول لكم، لو عايزين تحطوا في قلب اللحمه معلقه كبيره من الزبادي مفيش مشاكل. انا في شاورمه الفراخ بحط كوبايه كبيره من الزبادي، فلو المره دي عايزين تحطوا او لو متوفر عندكم الزبادي مفيش مشاكل، ممكن نحط معلقه كبيره. زي ما انتم شايفين كده طعمها حتى من غير زبادي برضو هيطلع طعمها في منتهى الجمال. ان شاء الله تعجبكم وسهله.